هنبدأ فيلمنا مع أليكس وهي بتجري علشان تلحق طيارتها قبل ما تفوتها، بس بتعرف إنها اتلغت بسبب سوء أحوال الجو وإنه هتقوم عاصفة قريب وإن مفيش رحلات موجودة دلوقتي. وبتسمع جنبها واحد اسمه بن واللي عنده نفس المشكلة، وما بيكونش في أمل إنها تروح أمريكا إلا تاني يوم. بس أليكس ما بتنفعش إنها تستنى علشان فرحها على خطيبها مار تاني يوم، وبن عنده عملية مهمة جدا لأنه شغال دكتور ومش هينفع يتأخر عليها. وبتعرض عليه أليكس إنهم ياخدوا طيارة خاصة وبيروحوا يتفقوا مع الطيار وولتر واللي بيوافق إنه يطير بيهم، وبيقول لهم إنهم هيخلصوا رحلتهم قبل ما العاصفة تقرب. وبتتحرك الطيارة فوق جبال ومنطقة جليدية وبيتعرفوا على بعض، وبيقول لهم والتر انهم طايرين فوق مليون فدان من التلج ولسه هيبلغ عن الرحله بتاعتهم. بتجيله نوبه قلبيه وبيغمى عليه، وبيحاول بين انه يفوقه بس بتكون الطياره اتخبطت في جبل جليدي وبيطير منها الديل بتاعها وبتقع وبتتدمر في حته مجهوله. وبيفوق بين من الصدمه وبيطمن على أليكس وبيلاقيها عايشه بس مجروحه في رجلها، فبيجيب تلج من بره الطياره وبيحطه على جرحها علشان يوقف النزيف. وبيلاقي ان والتر مات، وبعدها بيجيب ولاعته علشان يولع نار ويتدفى بيها هو وأليكس، وبيتاكد ان مفيش اي شبكه في الموبايل. وبينام لتاني يوم لحد ما الشمس بتطلع، وبيخرج بره الطياره وبيلاقي ان كل اللي حواليه تلج وان مفيش اثر لاي حد يكون عايش هنا. وبيدفن والتر في التلج وبيقعد جنب أليكس لحد ما بتفوق وبتحاول انها تتحرك، واول حاجه تسال عليها هو الطيار بلغ عن رحلتهم ولا لا. وبتكون حصلت الحادثه قبل ما يبلغ عنها، بمعنى ان محدش عارف انهم اتحركوا اصلا، وما تقدرش تتحرك بسبب رجليها. وبتعرف ان والتر مات وبن دفنوا في التلج، وبيقول لها انهم بقالهم يوم موجودين في مكانهم ده وبيفضلوا قاعدين مكانهم لحد تاني يوم. وبيطلع النهار وبيشوف طياره معديه، فبيجيب مسدس الاشاره يمكن حد يشوفهم بس ما بيشوفهمش حد. وبيعرفوا انهم محبوسين في الطياره ومفيش حد هيدور عليهم لان محدش عارف برحلتهم. بيحرقوا اي حاجه معاهم علشان ما يموتوش من البرد، وبما فيهم دعوه فرح أليكس. وبعد 3 ايام على وجودهم جوه الطياره قرر أليكس انها تتحرك من مكانها وتمشي في اي اتجاه على امل انها تلاقي حد ينقذهم. بس بن بيقول لها ان برجلها المجروحه دي مش هتقدر تتحرك في التلج من غيره، وقبل ما يتحركوا هيتسلق اعلى نقطه حواليهم ممكن انهم يشوفوا طريق موجود، ساعتها هيعرفوا اي اتجاه يمشوا فيه. وبتقول له انها هتسامحه وهتفهم لو مرجعش وانقذ نفسه، فبيقول لها لو كان عايز يسيبها كان عمل كده من 3 ايام. وبيبدا بن انه يتسلق قمه الجبل لوحده وما بيكونش فيه اي اثر لطريق قريب منه لحد ما بيتزحلق من على الجبل وكان هيموت بس لحق نفسه. وبتكون أليكس مستنياه في الطياره لحد ما بتلاقي قط متوحش بيدخل عليها الطياره، فبتضرب عليه بمسدس الشعله وبتخليه يهرب. وبيسمع بن صوت طلقه الشعله وبيجري عليها علشان يطمن انها كويسه، وبتحكي له عن اللي حصل وانها كويسه بس الكلب بتاع والتر هو اللي اتعور لما حاول يدافع عنها. وبيلاقي بن القط ميت فبياخده على الطياره علشان ياكلوه بعد ما الاكل بتاعهم خلص. وبتحاول أليكس انها تقول له انهم يتحركوا من مكانهم، بس بن بيقول لها انها مش عارفه المخاطره اللي بره وان كل اللي حصل ده كان بسببها. وبيقوم ينام، وتاني يوم يصحى بانه بيلاقي انه لوحده في الطياره وان أليكس سابته ومشيت ولو لقيت مساعده هتبعتها له. وبيروح وراها لحد ما بيلاقاها وبيقول لها انه هيكمل رحلته معاها على امل انهم ينزلوا من الجبل. وبتساله عن تخصصه في الطب، بيقول لها انه دكتور اعصاب. وبتساله ليه التخصص ده، بيشرح لها ان العقل متحكم في كل حاجه في الجسم. وبتساله عن وظيفه القلب، فبيقول لها ان القلب ده مجرد عضله لضخ الدم وكل حاجه العقل هو اللي بيتحكم فيها. وبيفضلوا ماشيين لحد الليل وبيلاقي كهف بيقضوا فيه الليل، وبيتاسف لها عن اللي قال وبيناموا في الكهف لتاني يوم. وبتطلع أليكس علشان تشوفه هيمشي في اي اتجاه، وبتلاقي انعكاس للشمس في مكان بعيد عنهم وبيتحركوا سوا عليه على امل ان يكون في واحد عايش فيه، بس بيلاقي نفسهم على حرف جبل وتحته النهر وان مفيش طريق للنزول ومفيش حل غير انهم يرجعوا كل طريقهم تاني علشان يلاقوا طريق للنزول. بس بيتعبوا من الحركه وبيرتاحوا شويه، وبتخلي بن يشغل اغاني من على موبايله لانها عايزه تحس انها على اتصال بباقي العالم حتى لو من خلال الاغاني. وبيناموا، وتاني يوم بينزلوا للمكان اللي أليكس شافته بعيد عن طريق النهر. وبيطلب بن من أليكس انها تديله صوره في المكان الحلو ده، بس بترفض انها تصوره. وبتحكي له انها في مره اتعرفت على بنت وكانت البنت بتحكي لها عن الشاب اللي بتحبه وانها رايحه تقابله، بعدها بيحصل انفجار وراحت عشان تصور بحكم شغلها. ولقيت البنت قدامها بتموت، وبدل ما تنقذها راحت على الكاميرا بتاعتها علشان تصورها، وساعتها البنت ماتت. علشان كده قررت انها ما تصورش تاني في الظروف المشابهه دي. بس بن بيطمنها انهم مش هيموتوا، وبيكملوا ماشي لحد ما بيقعدوا على جذع شجره. وبيروح بن يدور على الكلب اللي اختفى من حواليهم، وبيلاقي واقف عند بيت قريب منهم وبيرجع علشان يبلغ أليكس. بس بتكون أليكس اكتشفت انها واقفه على بحيره متجمده، واول ما بتقع في البحيره بتتكسر تحت رجليها وبتقع في الميه قدام بن، فبيجري عليها وبيكسر الجليد علشان يطلعها من الميه. وبيشيلها وبيجري على البيت وبيشغل الدفايه، وبيقدر يعمل لها حقنه محلول من الحاجات اللي في البيت لان الجسم بيكون محتاج غذاء. وبيفضل جنبها لحد ما بتفوق، وبيقول لها ان كان عندها حق في ان في كوخ بين الاشجار وانهم قاعدين فيه دلوقتي.
وبيهتم بيها وبيأكلها وبيبدأوا يعجبوا ببعض، بس بيكون كل واحد ليه حياته الخاصة، زي أليكس اللي مستنيها خطيبها مارك، وبين اللي مش بيتكلم عن حياته خالص مع أليكس. وبيكون عدى على اختفائهم 3 أسابيع، وبيطلع بين بره البيت علشان يلم خشب عشان الدفاية، وبيلاقي إن الكلب بيجري ورا أرنب وبيحاول إنه يمسكه علشان ياكله، وبيفضل الكلب يجري وراه لحد ما بيتوه وسط الشجر، وبيفشل بين إنه يمسكه، وبيتعصب بين بسبب ان مفيش اي حيوان قادر يصطاده علشان ياكله. وساعتها بتكون اليكس ماسكه المسجل بتاعه بتسمع اللي عليه، بس بين بيدخل عليها وبيقول لها ان ملهاش الحق تفتش في حاجته، فبتقول له انها عايزه تعرفه اكتر، فبيطلب منها تشغل المسجل تاني، وبيخليها تسمع مراته ساره وهي بتختفي من حياته، وبيقول لها انها كانت مريضه بسبب سرطان المخ وانها ماتت من 3 سنين، ومن ساعتها هو محتفظ بكلامها. فبتحضنه أليكس وبتقوم ما بينهم علاقة، وبيقول لها انهم لازم يتحركوا تاني، وبيبداوا انهم يتحركوا، بس أليكس حركتها بطيئة، فبينيمها بن على لوح خشب وبيجرها، وبيلاقي ان الكلب اختفى، فبيدور بن عليه لغاية ما بيلاقيه، بس بيدوس على فخ دببة، فبتحاول أليكس انها تفك، بس هو بيقول لها تروح تجيب مساعدة بسرعة. وبتروح أليكس ناحية المدينة وبتلاقي مصنع خشب، وبتقع قدام عربية وبتطلب مساعدتهم. وبيفوق بن وهو في المستشفى، واول حاجه بيعملها انه يروح على اوضه اليكس علشان يطمن عليها، وبيدخل عليهم مارك خطيب اليكس وبيشكر بن على اللي عمله مع اليكس، بس بن مش بيعرف يقول حاجه، وبيرجع على اوضته تاني وبيفضل يعيط كانه مش هيشوف اليكس تاني. وبعد كده رجله بتتحسن وبيرجع بيته من تاني، وبيكون معاه كلب والتر علشان يربيه، وبيرجع تاني لشغله في المستشفى، وبتكون حياه روتينيه وعايش لوحده، وبيرفض انه يرد على مكالمات اليكس علشان مش عاوز يبوظ لها حياتها ويخليها تتعلق بيه وهي مخطوبه. وبيكون مارك حاسس ان اليكس متغيره من ناحيته، وبيقول لها ان من حقها انها تغير حاجات من حياتها لو مش متقبلاها، حتى لو من الحاجات دي هو. وبعدها بتحمض الصور اللي صورتها وبتبعت صور منها لبن على المستشفى اللي شغال فيها، وبتوصل الصور في المستشفى وبيتفرج عليها، وبيكون جناح الطياره المكسور وكلب وصورته وهو نايم، ومكتوب عليها ان هو الوحيد اللي يفهم ذكرى الصوره دي لما كان قدامها في البيت المهجور. وبيتصل بيها بعد ما رفض مكالمات كتير، وبيطلب منها تقابله، وبيكونوا مبسوطين لما قابلوا بعض، وبيقول لها انه رجع للحياه الطبيعيه، بس ما بقاش يعمل العمليات الجراحيه لانه ما بقاش قادر يعملها. وبيسالها عن اخبار فرحها هل تم ولا لا، فبتقول له اليكس ان مفيش فرح تم، وانها ما قدرتش بالرغم من ان مارك شخص كويس جدا، بس ما قدرتش، وانها كانت بتتصل بيه علشان تقول له كده بس ما كنتش بترد. فبيقول لها انه كان هيخسرها للابد لو كانت اتجوزت، ويخسر الامل اللي كان عايش عليه زي ما خسر مراته، ودي فكره ما كانش يقدر يتحملها. فبتقول له انها حبته مع انها منعت نفسها، بس لقيت ان حياتها ناقصه من غيره، فحاولت تتصل بيه، بس لما ما ردتش اضطرت انها تتعود على حياتها من غيره. وبعد ما بيخرج من المطعم بيقول لها انهم لازم يبقوا مع بعض، بس هي بتقول له ان في الجديد ما كانش فيه غيرهم قدام بعض، ويمكن علشان كده اتعودوا على بعض ووهموا نفسهم بالحب، لكن دلوقتي العالم اكبر من كده، وان القلب عباره عن عضله مش اكتر. وبيودعوا بعض وكل واحد بيروح في طريق، وبيكون هما الاتنين ماشيين متضايقين كانهم جرحوا بعض، وبيقفوا لانهم على بعد خطوه واحده لو عملوها هيندموا طول حياتهم، وبيقرروا انهم يرجعوا هما الاتنين لبعض، وكل واحد بيجري على اتجاه التاني وبيرجعوا لبعض. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.